تعالوا نحكي عن سبب خسارة برشلونة ضد مايوركا البارحة. اي طبعا خسارة، لان التعادل امام الفرق الصغيرة بطعم الخسارة. يعني تشافي فاهم موضوع المداورة غلط، هذا السبب الاول هو تشافي. يعني انت حبيت تريح ليفاندوسكي وكوندي، انا معك، بس انت حبيت تريحهم نزلتهم بالشوط الثاني. انت ليش ما تنزلهم بالشوط الاول تحسم المباراة انه بتريح اللاعب؟ غير هذا الشيء الصح. وثاني شيء يعني انت مارتينيز واروخو ما لاعبين مع بعض. يعني البارحة صار عندنا شوارع بالدفاع، اروخو لاعب مع كوندي، اروخو لاعب مع كريستنسن متفاهمين، لكن اروخو مع مارتينيز ما متفاهمين. هذا الشيء لازم تفتهمه يا تشافي. سبب الخسارة الثاني يعني هو تير شتيجن اللي عاطى الهدف الاول لمايوركا، يعني اعطاهم روح بالمباراة. الهدف الثاني على برشلونة مثل ما قال تشافي وصرح البارحة، يقول هدف طفولي. يعني الحارس يلعبها من ضربة المرمى، المهاجم يطقها كلها تروح للمهاجم يقولها. يعني دفاع ماكو. انا شفت هواي ناس تلوم شتيجن على الهدف الثاني، شتيجن شاليه بالهدف الثاني. سبب الهدف الاول شتيجن صح، بس الهدف الثاني ما تلوم تير شتيجن. شفت هواي ناس تلوم رافينيا وتقول هو سبب الخسارة. شلون رافينيا سبب الخسارة؟ هو افضل لاعب بالمباراة، سجل الهدف الاول وصنع الهدف الثاني. يعني شو تريد من عنده؟ والله ها ضيع فرص تير رافينيا، هو سبب الخسارة. ماكو مهاجم ما يضيع، واللي يضيع يقبل اعرف، لكن توريس ضيع، جواو فيليكس ضيع. ليش ما تلومون هذول اللاعب؟ ليش تروح على رافينيا؟ رافينيا افضل لاعب بالمباراة. بعد رافينيا جابي، ومن بعد جابي جواو فيليكس. عن سبب الخسارة الثالث يعني هو اداء اللاعبين. يعني بالدي اخر 3 مباريات مو بالدي دوم. ماركوس الونسو جاي يلعب، بالدي امام الفرق الدفاعية ما يبين، حتى امام الفرق الهجومية يبين فقط. نحكي على جوندوغان اللي يتمشى بالملعب متنزه عنده، مو ملعب جوندوغان البارحة. يعني جابي حرث الملعب حرث ومغطى مكان 3 لاعب او 4. بسبب منه؟ بسبب جوندوغان اللي يتمشى بالملعب اللي ما يغطي وياه. والله عجيب. نجي نحكي على توريس اللي ما بين بالشوط الاول، فقط رافينيا وجواو فيليكس وجابي اللي حركوا المباراة، وجواو كانسلو. يعني 4 لاعب فقط هم اللي حركوا المباراة. بالدي مختفي، جوندوغان مختفي، روميرو مختفي، كذ الطوبة ويدور بيها وتنقطع من عده. اروخو مارتينيز ما متفاهمين، شوارع بالدفاع. يعني والله عجيب يا تشافي. السبب الرابع هو تغييرات تشافي. يعني انت تطلع جواو فيليكس وتنزل ليفاندوسكي. طيب هو جواو فيليكس وليفاندوسكي متفاهمين، شفناها اخر لعبة ضد سيلتا فيجو، جواو فيليكس ما سوى شيء بس صنع هدف لليفاندوسكي. فيعني اللاعب متفاهمين، اخر 3 مباريات واحد يصنع للثاني. يعني انت يا تشافي اللاعب متفاهمين مع بعض، ليش ما تخليهم؟ فقط لامين يامال اللي حرك المباراة شوي من التبديلات مال تشافي فقط وبس. هاي كانت اسباب الخسارة، وهارد لك مرة ثانية لجمهورنا العظيم، ومع السلامة.